راحت لجنة بس مش عايز تروح لزينب خالص. مش عارف كده التحدي طب باظ اللي احنا المفروض نعمله النهارده ولا ايه مش عارف. بس ايلين مطنشه زينب خالص لا النهارده. لا هي بس ممكن تكون ايه عشان هي معايا فزهقت، يعني من كتر ما انا شلتها فزهقت تقريبا. بصوا يا جماعه، هو في النهارده مقلب المفروض هنعمله في ايلين. مش عارف بقى المقلب هينجح بعد اللي انتوا شفتوه دوت ولا لا، بس احنا المفروض هنعمل فيها مقلب حلو جدا. هخلي زينب دلوقتي تحكي لكم عنه. طبعا يا جماعه زي ما انتوا شفتوا كده ايلين بتحبني قوي قوي، وكل ما اقول لها تعالي فبتيجي، يعني ما شاء الله عليها. فانا قررت اعمل فيها مقلب. المقلب ده عباره عن ايه؟ عن ان انا هغير لون بشرتي خالص وهلبس باروكه واشوف هتعمل ايه لما تشوف شكلي متغير، هتعرف ان انا ولا لا. بس هي عموما بتحبني يعني من غير اي حاجه، خلينا متفقين على ده. فربنا يستر يعني، والمقلب ده نشوف رد فعلها فيه ايه. اللي هيحصل دلوقتي ان زينب هتغير لون بشرتها وهتغير ملامحها وهتلبس باروكه، هتبقى المفروض بني ادمه ثانيه خالص. وهنشوف رد فعل ايلين ايه. هل هتعرف زينب وهتعرف ان دي امها، ولا هتفتكر ان زينب دي واحده غريبه؟ فهنشوف الفيديو النهارده احساس البنت بامها. بص يا زينب، عشان شكلك وحش جدا النهارده، تعالي نجرب اخر مره مع ايلين وندهلها شوفيها هتجيلك ولا لا، عشان ايه بس ما يبقاش شكلك وحش قدام الناس. ادي زينب هنا يا جماعه، انده يلا على ايلين. اهي هناك اهي. هتيجي ولا لا؟ هتروح لها ولا لا؟ هتروح لها ولا لا؟ وهوبا! بيبي اخيرا بيبي جميله، بيبي جميله. بص على طول مشيت، على طول مشيت والله. راحه فين؟ راحه فين؟ راحه فين؟ نفضت لياسمين. هي ماشيه، هي ماشيه مع نفسها. بص مالهاش دعوه بحد، بس ماشيه بتلاقي تحس ان هي هتقع وهي ماشيه. وسع وسع، كله يوسع، كله يوسع، كله يوسع. هوبا 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 هوبا. راحه فين؟ راحه فين؟ راحه فين؟ راحه فين؟ هي تقريبا كده زينب بتصالحك صح؟ هي عاملاها لعبه ان هي بتروح لكل حد شويه يعني، فاهمين؟ فهي كانت بتجيلي من شويه كتير، فالدور بقى كان على ياسمين، فشويه على جنه شويه على احمد كده يعني. هنخلي دلوقتي بقى ايلين معاكم لحد ما زينب تطلع وتجهز وتظبط نفسها وتنزل تاني عشان نفاجئ ايلين ونعمل فيها المقلب ونشوف رد فعلها ايه. اتفقنا؟ اتفقنا. راحه بصوا بتدور على زينب عشان زينب طالعه. بصوا وانت رايحه فين؟ هتعرفي تطلعي؟ ازاي؟ هوبا. هتعرفي ولا ايه؟ بصوا زينب فوق اهي، عايز تطلع ورا زينب. بص ايوه ايوه يلا ارفعي رجلك واطلعي. هتعرفي؟ استني بصوا هتحاول، هنشوف هتعمل ايه. بص يا زينب، هي عايزه والله عايزه تطلع لك بس مش عارفه تطلع ازاي. حتى لو عارف ان ممكن اموت. مش عارفه تطلع لك اصلا. تعالي يا لولي بقى يلا اقعدي مع ياسمين وجنة لحد ما هما تجهز وتجيلك عشان تفاجئك ونشوف رد فعلك ايه. اتفقنا؟ بصوا يا جماعه اهي الباروكه تمام اللي انا هلبسها. ودلوقتي هحط فاونديشن غامق قوي 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 عشان اغير لون بشرتي، فهبدا دلوقتي اعمل كده. فيلا بينا. ده الفاونديشن انا بستخدمه اللي هو العادي، فانا هغمقه شويه، هغمقه شويتين 3 عشان شكلي يتغير خالص. هغمقه ازاي؟ طبعا انا ما عنديش كونتور، فهاخد من الاي شادو ده غمقته شويه، بس هو هيغمق اكتر من كده لان هحط الاي شادو زي باودر او كونتور الباودر. تمام، هبقى اخد منه شويه واعمل وشي بيه. ده روج غامق تمام، بحط على وشي برضو. بعدين هحط عليه فاونديشن، وبعد ما احط عليه الفاونديشن هقفل بالكونتور باودر. انا مش غيرت شكلي، انا كاني ملسوعه او كأن الشمس ضاربه في وشي، في لون غريب حصل. بس طبعا كل ده هظبطه، احط عليه فاونديشن دلوقتي وهظبطه. وعايزه اقول لكم انا متحمسه جدا جدا اشوف رد فعل ايلين ايه. هتعرفني مش هتعرفني، هتستغرب. معلش طبعا انا ببص على المرايه شويه وهنا شويه بس عشان اظبط اللون لانه صعب. بشرتي غمقت شويه ولكن شكلي ما اتغيرش. هنحاول نعالج الموضوع ده واغير في شكلي. طبعا هو انا عندي كونتور كريمي، بس انا بصراحه ما اقدرش، قلبي ما يطوعنيش ان انا امسك الكونتور الكريمي واعمل فيه كده في وشي. بعدين درجه الكونتور مش غامقه قوي لدرجه ان هي برضو تغير ايه شكلي. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا همسك باليت الاي شادو دي واحاول اعمل ده زي باودر، يا رب يظبط. لان انا زي ما قلت لكم مش هقدر والله، قلبي ما يطوعنيش ولا حياتي ولا شخصيتي ولا اي حاجه خالص طوعني ان انا احط الكونتور على وشي بالطريقه دي. بس كده يا جماعه، على قد ما قدرت ان انا غمقت بشرتي خالص. تمام، هحاول احط حاجه في حواجبي برضو. هي ايلين هتتخض يعني، مش هتحس ان انا لا، ده هي هتتخض اما تشوف المنظر. انا اتخضت من شكلي، استغفر الله العظيم على هذا المنظر. هلبس دلوقتي الباروكه وبكده يكون اللوك الغريب اللي ما شفتوش في الوجود ده خلص. اللي انت عملتيه في نفسك ده بس يخرب على منظرك الكوميدي. بصي وانا لو مكان ايلين هتبرق منك، انا مش هعرفك اصلا. صح؟ ايه ده في ايه؟ المنظر ده. يلا
احنا عايزين نشوف رد فعلها طب بعيدا بص عن اهم حاجه المنظر. بس ما تتكلميش او تطلعي صوتك لان هي كده عارفه صوتك. اقدر اشاور لك كده وتعالي وكده فاهمه من غير صوتك ماشي. بصوا يا جماعه مين واقفه مستنيانا تحت؟ انزل لك اهو. ايلين يا جماعه دلوقتي واقفه هنا وزينب نازله دلوقتي وهنشوف بقى رد فعل ايلين ايه. هوبا لولي. بص عماله تعمل ازاي. بص يا عايز تقول هي ولا مش هي؟ بص مش عايز ايه المنظر ده؟ مش هي. بصوا يا جماعه مش عارفاها والله خايفه منها. ايه المنظر ده؟ ليه حق ان هي تخاف والله. بصوا تعالي يلا. زقتك. طب نزليها كده في الارض، نزليها في الارض كده. تعالي يا بيبي. طلعي صوتك. ايوه طلعي صوتها اهي. عمالة تقول ماما، عمالة تقول ماما. هي عماله تدور على عمالة ماما، تقول مش لاقيها. ماما. خايفه منها والله. هي مش خايفة، هي مش عارفاني. انا ماما انا ماما. لا مش انتي. لا مش انتي. هي ولا مش هي؟ بص عماله تعيط مش عاجبها. تعالي بص ولا اي اندهاش. دي ماما اهي. حاولت. هي ماما اهي. حاولي معاها كده يا زينب. يلا تاني اهو. يلا بص عماله تقول ايدي. عمالة تقول لهم تعالوا شيليني. اقول لك ايه تعالي. تعالي يا بيبي. لا مش عاجبها. بص أما انا ماما وربنا انا ماما. هي ماما. اوعي. هي عايزة توعى ومش عايزة توعى عشان صوتي، وهي حاسة ان انا ماما. هتمشي مع ياسمين على طول. مش انت. لا خلاص انا عايزة امسح وشي بسرعة. خربت الدنيا عياط عشانك بجد. هات المزيل وابتدي شيليه قدامها. خلاص معلش والله مشينا العفريته دي. مشيناها. هنجيب لك ماما. اصبري هنجيب لك ماما الحقيقيه بتاعتك. اصبري هنجيبها لك والله. طب بصوا يا جماعه زينب دلوقتي شالت الباروكه. هنجرب معاها تاني. تعالي كده من غير الباروكه. عماله تقول ماما. قلب ماما. هي جرب مشاهدة الباروكة. مجرد ما شفت الباروكه عرفتك. هي صح. بصوا يا جماعه دلوقتي بتبص لزينب باستغراب. مستغربه في ايه؟ بس هي خلاص عرفت كان دي زينب، يعني عرفت دي امها خلاص. وخلاص اكتشفت الموضوع ده. الباروكه هي اللي كانت مخليها مش عارفه ان دي ماما خالص ولا ديت زينب ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه انا دلوقتي هشيل الميك اب. تمام. هي كده اصلا ايلين عرفتني مجرد ما شلت الباروكه، يعني تقريبا المشكله معاها في الباروكه مش في وشي خالص. فانا دلوقتي هشيل الميك اب من وشي واشوف ايلين هتعمل ايه بقى لما تشوفني بقى، يعني وشي الحقيقي هتعمل ايه. زينب يا جماعه دلوقتي بتشيل الميك اب وجيت ابص على ايلين لقيتها نامت خلاص اصلا، لان هي يعني فضلت زعلانه كتير جدا لانها مش عارفه زينب بالنسبه لها كانت واحده غريبه مش راضيه تروح لها ولا اي حاجه خالص. فهي من كتر الزعل راحت نايمه بقى. انا عايز اقول لك يا زينب خبر وحش جدا. ايه هو؟ ايلين نامت اصلا. ده انا عماله انحت في وشي وكحر فيه عشان امسحه بسرعه عشان اشوف رد فعلها تقول لي نمت. هي كده عرفتك، يعني هي كده خلاص عرفتك اصلا بعد ما انت شلت الباروكه. وانت شفتي كانت خايفه منك ازاي ومش عارفاكي خالص وانت لابسه الباروكه وحاطه الميك اب، ما عرفتكيش خالص. فهي نامت اصلا. هي مش خايفه، هي الفكره ان هي سامعه صوتي يعني شم ريحتي، لان بيقولوا الاطفال بتشم ريحه امهم، بس مش ده الشكل بتاع ماما. يعني انت عامله ايه في نفسك؟ خايفه تجيلك جدا، مش عايز تجيلك اصلا. مش عايز تجيلك خالص لان هي ما بتجيش لاي حد مش عارفاه. اكيد طبعا. فبالنسبه لها لا انت مش ماما فمش عايزه تجيلي. اديك البنت شويه اقول لك خليها معاكي بس لحد ما زينب تشيل الميك اب ارجع ليكي منيمها. ليه كده؟ كتر عيط نامت والله. بصي يا جماعه بصراحه انا ما كنتش متخيله ان ايلين ما تعرفش زينب للدرجه دي يعني، وعيطت وكده. ما كنتش متوقعه كده خالص، وهي ما عرفتهاش بقى، بس لما قلعت الباروكه وكده عرفتها. واخيرا يا جماعه زينب رجعت لشكلها الطبيعي تاني. والله يا بنتي شكلك ما كانش فارق كتير. والله انا اصلا كده لسه مطلعتش بقيته من وشي عشان تبقى عارف. انت لو تسيبيني اكمل بقيه الجمله شكلك ما كانش فارق كتير. كده زي القمر وكده زي القمر. لا كده يا إلي. ماما هي رجعت تاني. طب قومي شوفي احسن تنسي الشكل اللي هي سودا لحسن تتعود عليا بوش ده. مش هقدر كل يوم الطس اللطسه دي تاني. لا خلاص هي عارفاكي كده. انت عارفاني؟ مجرد ما قلعت الباروكه عرفتك. اول ما قلعت الباروكه عرفتها. لما عرفتني ممكن تكون ايه خلاص سستمت على الوش ده، تصحى تلاقي الوش ده تتخض تاني تبقى مشكله. لا بصي زي ما هي كده لما بتصحى من النوم وتبص على الوش ده كده بتتخض. طيب يا جماعه بما ان ايلين نامت فكده يعتبر الفيديو خلص. زي ما انتم شفتوا رد فعل ايلين كان عامل ازاي على زينب. اول بس ما شافت زينب بالباروكه وبالشكل اللي هي كانت عاملاه في وشها بقت تبعد كده لا ومش عايزه تروح لها خالص وبتزقها ومش عايزاها مش عايزه تروح لها خالص يا جماعه، لان هي
قالت لا دي مش ماما. حتى لما زينب اتكلمت وطلعت صوتها عماله تبص لها كده باستغراب، هو انت ده عبيطة ولا يعني ايه؟ ده صوت ماما بس دي مش ماما يعني. فضلت مستغرباها شويه لحد ما زينب شالت الباروكه. اول ما شالت الباروكه زي ما شفتوا على طول خلاص ساعتها اكتشفت ان دي زينب، وراحت رايحه لها بقى وتعالي يا ماما يا حبيبتي، وقعدت تعيط معاها. وطبعا كانت بتعيط كتير جدا لانها زعلانه، اللي هو يا جماعه فين ماما؟ وديتوا ماما فين؟ مجانين ولا ايه؟ انتوا بتشتغلوني ولا ايه؟ فاهمين؟ فعماله تعيط طبعا وزعلت جدا من زينب. بس بعد كده زينب خلاص صلحتها تاني، خلاص بعد بقى ما قلعت الباروكه صلحتها. وبعدين زي ما انتوا شفتوا شالت الميك اب من وشها، بس خلاص كانت ايلين نامت. فعشان كده هننهي الفيديو. لو انتوا لسه جداد على القناه انزلوا وقت تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ووصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد لايكات ممكن، واكتبوا كومنتات كتيره جدا قولوا حبيتوا الفيديو دوت قد ايه وبنحبكم جدا وحابين نشكركم لان احنا خلاص فاضل لنا اقل من 100,000 ونوصل ل 6 مليون مشترك. ال 6 مليون مشترك عمرهم ما كانوا هيكملوا غير بيكم انتوا. بنحبكم جدا. ويلا يا زينب هنقول لهم ايه دلوقتي؟ سلام.